لو سألتني عن عربية أوروبية اتظلمت في السوق المصري هقولك من غير تردد أوبل فيكتورا سي، وبالذات النسخة الفيس ليفت اللي نزلت في أواخر 2005 وكملت لحد 2008. عربية ألمانية بتصميم رياضي، أداء محترم، ومستوى رفاهية ينافس منافسين زي اللانسر شارك والسيفيك وغيرهم، ومع ذلك ما بنسمعش عنها كتير. ليه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. فمن ناحية التصميم كانت بتيجي بشكل مختلف عن النسخة الأولى منها، خاصة في الجزء الأمامي، وده بيظهر مع شكل الكشافات اللي بقت أطول وحادة وفيها طابع هجومي واضح، ده مع شبك أمامي أكبر مع لمس الكروم تدي وقار وتحسسك إنك سايق حاجة كبيرة وفخمة. وبالنسبة للإكسدامات كانت أعرض مع كشافات شبورة، أما الجنبين فكانت بتظهر الخطوط الانسيابية مع صدادات فايبر بطول العربية. الجزء الخلفي بقى كان متناسق جدا وجذاب، ده بكشافات ستوب أفقية مع إضاءة هالوجين، والتصميم ده بيكمله جنود رياضية خاصة من فئة الجي تي اس اللي كانت أقرب للأرض من الفئات التانية. كومفورت، ودي كانت هادية وعملية مع تجهيزات أقل كأول فئة زي إزاز ومرايات كهرباء وتكييف وإيرباجات. تاني فئة إليجنس، وده اللي بيدور على تجربة قيادة مريحة مع المسافات، وبتنزل بفتيس اوتوماتيك مع جنوط وكماليات أكتر وفرش قماش نظيف. تالت فئة كوزمو، وده اللي عايز رفاهية في عربية أوروبية، وبتنزل بتجهيزات أعلى زي فرش جلد وشاشة معلومات وسنسورز وشوية كروم في بعض الأجزاء الداخلية منها. وجي تي اس، والفئة دي مخصصة لعشاق السواقة التقيلة والإحساس الألماني الحقيقي، وبتيجي مع جنوط أكبر وكراسي رياضية مع سبويلر خلفي وشاسيه ناشف. فباختصار أيا كان ذوقك أو احتياجك هتلاقي فئة من الفيكتورا سي معمولة عشانك. اختلفت الفئات الأربعة من حيث التجهيزات، لكن تقاربوا جدا في الأبعاد، فكانت بتيجي بطول 4 متر 61 وعرض متر 79 وارتفاع متر 46 ووزن طن 360 أو 460 على حسب الموتور والفئة. ده بقاعة عجلات 2 متر 70 مع مساحة شنطة خلفية 500 لتر تقريبا، وتانك بنزين بسعة 61 لتر بمعدل استهلاك 7.5 ل 8.5 لتر تقريبا لكل 100 كيلو، بتسارع من 0 ل 100 في 11 ثانية، وده لموتور ال 1800 مع سرعة قصوى 200 كيلو لنفس نوع الموتور. الفيكتورا سي بنسختها الثانيه نزلت بفتيس مانوال والتاني اوتوماتيك بانواع موتور مختلفه، اولها 1600 سي سي 105 ل 115 هورس باور بفتيس مانوال، و1800 سي سي 122 ل 140 هورس باور بفتيس مانوال والتاني اوتوماتيك، و2200 147 ل 155 هورس باور بفتيس اوتوماتيك، و1900 سي سي، وده مش موجود كتير غير في بعض الاسواق الاوروبيه. الفيكتورا سي خدت اعجاب ناس كتير بعد اصدارها، وده بيرجع لمميزات هقولك عليها بالتفصيل. اول ميزه كانت الفخامه والتصميم الجذاب اللي فعلا مع اهتمامك بيها هتديك كاريزما واختلاف عن عربيات تانية ممكن تمتلكها. الاقتصاديه، بيكمل التصميم الفخم من اوبل الاقتصاديه، وده ميكس مش عادي ومش هتلاقيه في عربيات كتير، وده باستهلاك زي ما ذكرت لك بيبتدي من 7 لتر وبيختلف على حسب الفئه. تنوع الفئات، الفيكتورا سي بتنزل بفئات مختلفة مع تجهيزات متعددة على حسب الفئة، فالتنوع ده بيديك سهولة لحد ما في الاختيار في حالة ان كل الفئات متاحة قدامك. وسائل الامان، وسائل الامان من اهم مميزاتها في الفئه السعريه دي، وده لانها جت باي بي اس واي اس بي وايرباجات طبعا مع شدادات احزمه، وكل ده مع شاسيه وبادي قوي. تجربة القيادة، وبيظهر هنا مدى الراحة والمتعة في القيادة خاصة مع المسافات الطويلة، ده غير الاتزان الممتاز والعزل مع السرعات. أما في الشوارع الضيقة فهتلاقيها بتمتص لعيوب الطريق إلى حد ما، وبشكل عام تجربة القيادة مع الفيكتورا سي من أكتر الحاجات اللي هتعجبك في العربية. جودة الخامات، سواء الخامات الداخلية في التابلو أو كراسي أو حتى الخامات الخاصة بالهيكل الخارجي، هتلاقي جودة تصنيع وخامات تستحمل، وبيظهر فيها جودة الألماني، ده غير إن الصاج معالج من البارومة وقوي. السعر، وهنا بقى بيتوقف على مدى اقتناعك، لكن لو قارنتها بغيرها من العربيات في نفس الفئة السعرية هتلاقي سعرها مناسب خاصة مع إمكانياتها المختلفة.
زي ما ذكرت لك مميزات الفيكتورا سي لازم اذكر لك عيوبها، والحقيقه ان في عيوب ممكن تتعامل معاها وعيوب تانية وارد حلها يبقى صعب معاك. اول عيب بعض الاعطال الكهربيه بسبب نظام الكام بوس. اما تاني عيب وده مرتبط بالفتيس الايزيترونيك لانه مش مريح لكل الناس. تالت عيب وده هيضايق ناس كتير، فالعربيه ارتفاعها عن الارض قليل وفي الغالب كده هتحك معاك في المطبات. رابع عيب قطع الغيار واللي مش متوفره بشكل كبير غير في اماكن معينه، ده غير انها غاليه نسبيا. خامس عيب وده في طلعت العربيه من 0 ل 100 هتلاقي بطء نسبي وده بيرجع لوزن العربيه. اخر عيب اعاده البيع وده للاسف عيب صعب تلاقي له حل في ظل ان الناس بتجيب دايما العربيات المنتشره بشكل اكبر في السوق. بعد كل التفاصيل اللي كلمتك عنها في الفيديو ده، الفيكتورا سي بالنسخه الاحدث منها تناسبك ولا لا؟ انا عن نفسي شايف ان العربيه كشكل واداء ممتازه جدا وتنافس عربيات كتير بامكانياتها اللي مش هتلاقيها في عربيات تانية بنفس سعرها. فمن الاخر لو عايز العربيه دي عشان ستايل شكلها فهتلاقي منها اللي انت عاوزه. اما بقى لو مش هتقدر تتعامل مع عيوبها سواء صيانه مع حد مختص او قطع غيار او اعاده بيعها فبلاش من العربيه دي، وتابع معايا في الفيديوهات اللي جايه وهوضح لك عربيات تانية من نفس الفئه السعريه. ده كان فيديو الفيكتورا سي 2006 2008، ولو عندك اي معلومه اضافيه او مختلفه عن اللي ذكرناه يا ريت تسيب المعلومه برابط للمصدر عشان غيرك يستفاد. ما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.